اليوم ثاني نهار اليوم في فيلم الأب. أول شيء بحب مسي على الكل وأقول إنه التجربة كتير حلوة إن نكون بالغربة ونحس بجو سوريا، الممثلين، الأفلام، الشباب كلها. بشجع الكل يحضر كمان بكرة آخر فرصة للكل لحتى يحضر فيلم سوريون. وشكرا على القيمين على الإيفنت، شكرا لصافي، أهم شيء صافي اللي خلانا نعمل هالتواصل الحلو مع البلد، مع سوريا، وكل شيء حلو. ومن رحم المحن يخلق الفرح، فالفرح موجود في قلوبنا رغم الآلام والحرب والأزمة التي تعاني وطننا الحبيب سوريا. يبقى الفن هو عنواننا، ونحن سعيدين جدا أن نكون في مهرجان الشام للأفلام السورية. نسأل الله انه يرجع السلام والجمال والحياة لبلادنا، وهذا اللي نحن بنتمنى. نحن كثير فخورين بالمهرجان السوري، وشفنا الممثلين والعمالقة الفن السوري اجوا على استراليا، ونحن كثير كان شعورنا لا يوصف بانه بلدنا صارت هون، ونحن دائما نتطلع للافضل ونتطلع لانه تكون بلدنا بالقمة بكل مجالات. إنجاز وطني بكل المقاييس يعني، وفخر لكل سوري بالمقترب وبالوطن، لأنه يعني نحن بنشكر كل القيمين على المهرجان، ونتمنى طبعا إنه يكون علامة فارقة في التاريخ السوري، بأنه توصل حضارة سوريا وتاريخ سوريا وعراقة سوريا وعراقة الشعب السوري إلى بلاد الغرب. I'd like to thank the organisation Sham Film Festival for organising such a wonderful event. I'd like to thank also the actors and the director. ودائما بقلوبنا، وجيشنا بقلبنا، وشعبنا بقلبنا، ورئيسنا تاج راسنا. اهلا وسهلا فيكم باي وقت. باستراليا نحن من سوريا، وجعكم وجعنا، حبنا لكم ما بينتهي. وإن شاء الله بكرة بنشوف كمان فيلم تاني، والله يخليكم يا رب، وسوريا لإلنا وللكل. قلبنا بجوات سوريا، وإن شاء الله بنتمنى الأمن والطمأنينة والسلام لسوريا وللشعب السوري ولجيشنا السوري البطل، اللي إن شاء الله نحن على يقين إنه الأزمة رح تنتهي عن قريب بفضل سيادة الرئيس بشار الأسد الحكيمة. أنا كثير سعيد امبارح كان العرض كثير منيح، والحمد لله بسمع قديش الجمهور فعلا هيك تفاعل وتأثر بالفيلم. الفيلم اللي رح نقدم لكم اليوم بيكون فيلم الأب.
بيختلف عن الفيلمين اللي انعرضوا امبارح واللي انعرضوا بكره، انه مستوحى من احداث حقيقيه جرت في سوريا خلال هذه الحرب. حتى تشوفوا هذا الشيء يعني تدرسوه، انه فعلا الاحداث كثير واقعيه وحقيقيه. اسمحوا لي اول شيء اقدم لكم مدام صباح جزائري. المدام ديما قبل ذلك. والآن سيلكسون الأوصال.